الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رمضان كريم علينا وعليكم شاهدين الأكارم. وفي هذه الإطلالة نذكر في هذه الليلة، ليلة 15 من شهر رمضان، ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. طالما ترقبوا أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وبان على محياه عندما ولد وبزغ هذا النجم في سماء المدينة. فالإمام الحسن يحمل كما قال النبي صلى الله عليه وآله: يحمل سؤددي وهيبتي. وأما الحسين يحمل شجاعتي وجودي. فالإمام الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وآله من رأسه إلى ذقنه، والحسين من ذقنه إلى أخمص قدميه. الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. فالإمام الحسن سلام الله عليه هو الذي وضع حجر الأساس لثورة أبي عبد الله الحسين. لولا الإمام الحسن وصلح الإمام الحسن بحقن الدماء لما كان الحسين ذكرا ولا لكربلاء أطان. فالإمام المجتبى كريم أهل البيت والذي اختفى الأثر إلى النبي صلى الله عليه وآله، الذي يحتج على الإمام الحسين كيف صالح معاوية وهو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فمنظار الإمام الحسن ليس من الزاوية الضيقة كما ننظر نحن. إمام معصوم وينظر كمنظار جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فالإمام كريم أهل البيت هو المضحي الذي آثر بكل شيء ودافع عن بيضة الإسلام. ولكن الماكنة الأموية أثارت الكثير على شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه، والماكنة تعمل ليل ونهار لتشويه سمعة كريم أهل البيت. والإمام مفترض طاعة صلوات الله وسلامه عليه، الذي اختفى الأثر لأبيه وجده وهو كريم أهل البيت والإمام المجتبى سلام الله عليه. فعندما دخل ذلك النور وبزغ ذلك النجم في سماء المدينة، بان على وجه النبي صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والجميع بني هاشم غبطة وسرورا عندما ولد كريم أهل البيت. لذلك سمي بشبر على اسم أولاد هارون، ولكن سمي الإمام سلام الله عليه بالحسن. وتصغير للشيء الإمام الحسين سلام الله عليه. فإمامان إن قاما وإن قعدا وهم سيد شباب أهل الجنة. فكريم أهل البيت كله عطاء وثراء لهذه الأمة، وحافظ على بيضة الإسلام. إن شاء الله تعالى بحق كريم أهل البيت أن يمن علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات بقبول الأعمال ببركة محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.